والثقافة عز الدين ميهوبي عن قيام نظيره التونسي بتقديم اعتذاراته بشكل رسمي للوفد الجزائري الحاضر في مهرجان قرطاج السينمائي. وقال ميهوبي في تصريح للنهار أنه تحادث مع نظيره التونسي محمد زين العابدين بشأن ما تم تداوله في شريط فيديو ظهرت فيه الفنانة بهية راشدي وهي تشكو تعرضها لمعاملة مهينة خلال حضورها جانبا من الاحتفال بمهرجان قرطاج، حيث أعابت على منظمي المهرجان تجاهل الحضور الجزائري وعدم معاملة الوفد الرسمي بشكل لائق بوزن الجزائر ومكانتها. كما أوضح ميهوبي أن وزير الثقافة التونسي الذي وصفه بالطيب والخلوق والمثقف والمحب للجزائر سارع إلى استدراك ما اعتبره خطأ بروتوكوليا من خلال تقديم اعتذاراته للوفد الجزائري. ليضيف ميهوبي بالقول إن ما وقع ينبغي النظر إليه من كل الزوايا والجوانب، مشددا على كون الفنانة التي وصفها بالقديرة بهية راشدي لم تشارك بفيلمها سان أوغستان في المهرجان، وهو ما يعني أن حضورها لم يكتسب طابع رسمية، زيادة على كون وصول الوفد الجزائري إلى مراسم الحفل كان متأخرا. لكن رغم كل هذا طلبت والتمست من الإخوة التونسيين تقديم اعتذار عما حصل، يضيف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي.